النهارده بنحتفل بأحد رموز الثقافة المصرية، وهو الكاتب الكبير صاحب نوبل الكاتب نجيب محفوظ، في إطار فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بنجيب محفوظ والاحتفاء بالهوية المصرية. محفوظ في القلب. الوزارة بتقدم برنامج مهم جدا بشكل شهري للاحتفاء برموزها، لتعريف أطفالنا وتعريف المجتمع المصري بالشخصيات والرموز المهمة جدا في هذا الصدد. احنا في المركز القومي لثقافة الطفل قمنا بمجموعة من الأنشطة اللي بتدعم هذا القرار، قرار الاحتفاء بالهوية الثقافية المصرية تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبإشراف من الأستاذ الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الأستاذ الدكتور أشرف العزازي. الأنشطة متنوعة ما بين تعريف بمن هو نجيب محفوظ، رسوم حول أعمال نجيب محفوظ، بورتريهات للشخصية العظيمة نجيب محفوظ، بالإضافة لفيلم حول نجيب محفوظ أعده المركز القومي لثقافة الطفل ومن إنتاجه. كل ده طبعا لتعريف الأطفال بالهوية الثقافية المصرية وتعزيز هذه الهوية لديهم وتعزيز الانتماء وروح الانتماء لدى أطفالنا من خلال الفخر برموزهم. المركز القومي لثقافة الطفل الآن موجود في مدرسة بيحتفل في إدارة الجيزة، بيحتفل بنجيب محفوظ، بالإضافة لدعوة عدد من المدارس اللي موجودين الآن في الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، بالإضافة للفيلم اللي موجود على وطبعا منتشر على مواقع السوشيال ميديا التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل. كل دي محاولات للوصول لأكبر عدد ممكن من الأطفال وتعريفهم بهذا الرمز الكبير وتوعيتهم بشكل كبير، وده طبعا المتبع في كل أنشطة المركز القومي لثقافة الطفل فيما يتعلق بتوعية الطفل المصري وبناء شخصيته وبناء وجدانه وتعزيز الهوية الثقافية لدى أطفالنا لتعزيز روح الانتماء المصري. طبعا احنا دلوقتي قدام المعرض رسومات اطفال الحديقه الثقافيه للاطفال. كل الاطفال اللي اشتركوا معانا في مدرسه مصر ترسم اللي احنا بنعملها بالحديقه الثقافيه للاطفال، قلنا لهم ان النهارده يوم 16 ابريل اليوم بتاع نجيب محفوظ. كل الولاد بعتوا لنا رسومات، واحنا عملنا رسومات للاطفال الخاصين بمدرسه مصر ترسم. كمان احنا عاملين فيلم باوربوينت عن الكاتب الكبير نجيب محفوظ، نشأته، ميلاده، اهم الكتابات الخاصه به، الافلام اللي اتعرضت في السينما المصريه من كتاباته، وطبعا ورش فنيه عن الكاتب الكبير زي مثلا سين وجيم. المكتبات قامت بعمل اسئله واجوبه مع الاطفال، عملت
حكي معاهم عن السيرة الذاتية الخاصة بالكاتب الكبير نجيب محفوظ. عملنا كمان مجلة حائط فيها يعني جمعنا أغلبية المعلومات عنه. كمان النهاردة الأراجوز هيتكلم عن السيرة الذاتية للكاتب نجيب محفوظ. طبعا جميع الفنانين المشاركين بالحديقة الثقافية للأطفال هم موظفي المركز القومي لثقافة الطفل، وهم مجموعة من الفنانين الخاصين بالرسم والحكي. الحديقة الثقافية للأطفال مفتوحة طوال أيام الأسبوع. في برنامج خاص بينا اسمه جمعة وسبت أجازة، احنا بنشتغله من الساعة 4 مساء لحد الساعة 9 مساء. بيقدم عروض فنية وورش فنية وعروض مسرحية خاصة كلها بالأطفال. طبعا احنا الأسبوع الجاي إن شاء الله هنحتفل بيوم اليتيم بالحديقة الثقافية للأطفال، واحتفال أعياد أخواتنا الأقباط وأعياد شم النسيم والربيع. إن شاء الله الحديقة محضرة برنامج فني ترفيهي متكامل للأطفال، وفي استقبال جميع الأطفال يوم شم النسيم من الساعة 3 مساء لحد الساعة 9 مساء للأطفال وذويهم. وطبعا كل يوم الحديقة فاتحة، وجميع الأنشطة التي تقدم بالحديقة الثقافية مجانية.
النهارده بنحتفل بنجيب محفوظ في القلب، أشهر أديب في الوطن العربي. أهم أعماله ورواياته كرنك والسكرية وقصر الشوك وبين القصرين. اتولد 1911 وتوفى 2006 عن عمر 94 عاما. بالنسبة عني أنا شاركت ما بين مصر وفنزويلا في العلاقات الدبلوماسية، شعار ما بين مصر وفنزويلا. كان أخدت مركز تاني واتكرمت في السفارة. والنهارده حبيت أشارك في مسابقة نجيب محفوظ في القلب بلوحة فنية بتاعتي، وحبيت أشارك فيها في المركز الثقافي. بدي هنا في الحديقة الثقافية كورسات رسم للأطفال. طبعا كورسات الرسم بتكون في فترة الأجازة. احنا النهاردة بنحتفل بالأديب العالمي نجيب محفوظ، محفوظ في القلب. طبعا فترة الدراسة الكورسات بتكون متوقفة، لكن الأطفال اللي كانوا بيبقوا مشاركين معانا في فترة الصيف بيحبوا جدا لما يكون في أي ايفنت مهم إن هم يشاركوا بالرسومات بتاعتهم. طبعا ابتدينا إن احنا نديهم معلومات عن نجيب محفوظ الأول، بحيث إن في أطفال ما عندهمش دراية لسه ما يعرفوش مين هو نجيب محفوظ. بنديهم معلومات عنه وابتدوا إن هم يرسموا، وبنبعت لهم رسومات وبيشوفوها وبينفذوها وبيشاركوا بيها معانا في يوم زي ده. اما بيكون في فعاليه او ايفنت مهم زي النهارده بنبتدي قبلها باسبوع نعمل اعلان على صفحه المركز، بحيث ان كل الاطفال الموجودين والناس اللي على الصفحه يشوفوا الاعلان ويعرفوا ان في ايفنت مهم. بنبلغ المدارس، العلاقات العامه طبعا في الحديقه بتبلغ المدارس باليوم دوت، وبيبتدوا ان هم ييجوا ويشاركوا معانا. ما بنبقى عايزين نعمل معرض بنبلغ الاطفال بتوع الكورسات بييجوا بيشتركوا معانا. النهارده يوم ثقافي ومعلومات للأطفال المشاركين من مدارس حوالينا هنا في السيدة زينب. استضفناهم للتحدث معهم عن الروائي الأديب نجيب محفوظ. تم استقبال أطفال المدارس. بنعمل الأول معاهم تعريف للحديقة وورش الحديقة المتعددة، منها الخزف، وعرفناهم حاجات عن الكاتب نجيب محفوظ. اتكلمنا معاهم في المكتبات عن قصة حياته، وبعد كده في مننا راسم كان لوحة عن الكاتب والقصص اللي هو كتبها للتعريف الأطفال وإنهم يشتركوا معانا في المجلة. يعني احنا بنقول لهم معلومات وهم بيعملوا بايديهم المجله. افتتح اليوم الاستاذ احمد عبد العليم المدير العام ثقافه الطفل. افتتح المعرض اللي تم عمله كله من صور الكاتب الروائي نجيب محفوظ اللي عملها الاطفال المشاركين معانا في الحديقه الثقافيه للاطفال. وكل
رسمة من الرسومات بتدل على رواية من الروايات، يعني رواية بين القصرين أو رواية قصر الشوق. يعني كل كتاب من إصدارات الكاتب نجيب محفوظ تم عمل بيها لوحة من الأطفال. بعد ما افتتحنا المعرض عملنا الورش، تم استقبال الأطفال في الورش المشاركة لتعريف الأطفال بالكاتب نجيب محفوظ. ثم بعد كده توجهنا إلى القاعة لعرض باوربوينت يعني فيلم صغير عن قصة حياة نجيب محفوظ والروايات اللي كتبها، والجائزة اللي هو يعتبر أول كاتب روائي عربي حائز على جائزة نوبل. فطبعا احنا كنا عاملين فيلم صغير كده باوربوينت للأطفال تم عرضه عليهم ومناقشته فيهم. بعد كده عملنا عرض للأراجوز. عرض الأراجوز برضو عرفناهم من خلاله مين هو نجيب محفوظ. بيتم استقبال الأطفال في الحديقة الثقافية التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل على مدار الأسبوع. المدارس ورواد الحديقة من حي السيدة زينب والأحياء المجاورة لينا على مدار الأسبوع بيتم عمل الورش دي دايما سواء عن كاتب أو شخصية. عملنا قبل كده عن صلاح جاهين، عملنا قبل كده عن طه حسين. كل يوم بيبقى له سمة معينة عندنا في المكان بنتكلم فيها مع الأطفال عن الكاتب أو الصحفي أو الممثل، أو بنعرف الأطفال رموز العالم العربي.